حاجتين ممكن يعملوا بعد او نفور بيننا وبين الناس القريبين مننا واحنا بنتصرف بحسن نية. اول حاجة هي ان انا اختار ان انا ابكت اللي قدامي out of love او out of مش انا قلتلك. لو انا محذر حد انا بهتم بامره وحذرته قلت له هيحصل 1 2 3 لو عملت كذا، وفعلا راح عمل 1 2 3 وفعلا حصل كذا، فجاي يحكي لك بقى، هو جاي يحكي لك اصلا وهو حاسس ان هو حالته صعبه. فبلاش بقى حالا تبكته، يعني مش انا قلت لك هيعملوا معاك كذا، مش انا قلت لك هيحصل كذا. هو لو ما كانش عارف انه غلطان ما كانش جه حكى، فبلاش تبكته في الوقت ده. الحاجه التانية هي ان انا حد بيحكي لي حاجه فاختار ان انا انزل عليه بكميه نصايح، فابقى طول الوقت مركز هنصحه بايه مش هسمع ازاي. ساعات كتيرة احنا بنبقى جايين عايزين نتكلم، انا عايز اقول اللي جوايا، او انا عايز احتواء، انا عايز احس ان انا مسموع. فمش دايما احنا بنبقى محتاجين نصايح، ومش دايما بنبقى محتاجين حد يقاطعنا واعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. اسمع اكتفلي. فعود نفسك او عودي نفسك انك وانتي بتسمعي اسمعي اللي قدامك لحد ما تحسي ان هو خلص، لان غرضه في الاساس هو انه يتسمع. بعد ما يخلص هو لو محتاج رأي هيسأل والله انت رأيك ايه في كذا، او انت رأيك ايه في كذا. وقتها بقى انا اقدر ارد اقول والله انا رأيي كذا وخلاص، لان السمع اهم ما فيه هو السمع، مش ان انا ارد ومش ان انا اقاطع ومش ان انا احسسه ان انا قلبي عليه فاقعد انصحه واقول له كلام هو ممكن يكون مش مستعد اصلا يسمعه دلوقتي.